السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي وخفيفه طعمها ولا على الاخر. هنعملوها بثلاث طبقات، يمكن تبان انها بتاخد وقت كتير، لا خالص، هي سهله قوي وشكلها عجب، وتتعمل بانواع كتير من الفاكهه، وهنعملوها كمان في الخلاط، مش هنحتاج مضرب كهربائي خالص. بس اعملوا منها صينيه كبيره علشان هتخلص في ساعتها. قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنعمل الطبقه الاولى اللي هي الكيكه. هنجيب الخلاط وهنحط فيه بيضه واحده وبس، وشويه من الفانيليا، وعليها معلقه كبيره من الخل، ونص كوبايه من السكر، وكوبايه الا ربع من اللبن، وتلت كوبايه من الزيت، ونضربهم مع بعض كويس قوي لغايه لما لونهم كده يفتح خالص مولس. وبعدين نصبه في طبق غويط عميق ونحط عليه كوبايه من الدقيق وباكو بيكنج باودر، ونقلب ده كله كويس مع بعضه. هيبقى خليط خفيف كده شويه. وبعدين نجيب صينيه مقاس 25 زي ديت او 28 لو عايزين طبقات اخف شويه، وندهنها كده بمسحه بسيطه من الزيت، ونحط فيها الخليط ونخبطها كده خبطتين. وبعدين بنحطها في الفرن على درجه حراره 180 لمده تقريبا كده نص ساعه او لغايه لما تستوي، يعني على حسب درجه حراره فرنكم. زر اتخلع بتاع الفرن، ما تلزق بقى يا عم. دلوقتي بقى بعد ما خرجتها من الفرن واستوت كويس قوي، طريه طريان ولا المرتبه السفنج. وبعدين بقى نيجي بقى وهي سخنه شويه، يعني نسيبها تهدى كده حبه، وبعدين نخرمها كده بعود من الخشب ونشربها بنص كوبايه من اللبن، يكون اللبن كده ساقع كده شويه. وبعدين بنسيبها على جنب. نجيب بقى حله ونحط فيها كوبايتين ونص من اللبن، ونحط عليهم 4 معالق كبيره من الكاستر و3 معالق كبيره من السكر. نقلبهم كده على البارد مع بعض، وبعدين نحطهم على النار ونفضل نقلب فيهم كده على نار متوسطه، ما نبطلش تقليب خالص علشان ما يكلكعش ولا يلزقش. دلوقتي بقى خلاص تقل كده، نوزعه فوق الكيكه وهو سخن علشان نقدر نفرده بسهوله. لو برد منكم لاي سبب ارجعوا اضربوه بالمضرب اليدوي كده كويس قوي لغايه لما يرجع يفك كده تاني ويبقى ناعم. بس الاحسن انكم تحطوه وهو سخن علشان يبقى سهل يعني ان احنا ونفردوه. كميه الكريمه دي تقدروا تقللوها للنص لو مش عايزين تعملوها طبقه عاليه زي كده، يعني بدل كوبايتين ونص من اللبن استخدموا كوبايه وربع وبس. لكن لو الصينيه كبيره اكبر من اعملوا نفس الكميه علشان تكفي الصينيه كلها وتبقى ملزلزه كده وحلوه. نسويها بقى كويس قوي علشان يبقى شكلها ناعم. وبعدين نقطع بقى قطع فراوله كده انصاص ونوزعها فوق الكريمه، وناكل واحده كده واحنا بنرصهم. وبعدين نجيب كوبايه من الميه المغليه وندوب فيها باكو جيلي فراوله، وبعدين نحط عليها نص كوبايه من الميه الساقعه تكون متلجه قوي، وبعد كده نوزعها كده بالراحه فوق الفراوله. الصينيه دي هتاخد تقريبا نص باكو الجيلي اللي انا عملته دوت. باقي الجيلي ده بقى انا هوزعه في الكوبايات وهيتاكل لوحده كده. ندخلها بقى التلاجة لغايه لما الجيلي يتماسك كويس قوي، وبس كده خلاص. احلى حاجه ان الجيلي اللي احنا بنحطه من فوق شويه منه بينزل على الكيكه كده، فبيدخل جواها وبيخليها عامله زي النايتي، بتلزلز كده من كل مكان. ممكن كمان تعملوها بالمانجا، هتبقى حكايه وروايه. جربوها بقى وقولوا لي رايكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.